كبيرة للغاية بتقدم النادي الإسماعيلي 3-0. الأهداف لشادي محمد وعبد الله الشحات وجودوين، وكان الإسماعيلي بمقدوره أن يضيف الإسماعيلي جودوين. استلام من جودوين، أرضية خطيرة خطيرة خطيرة، منتهى الخطورة منتهى الخطورة. يا ولد يا لعيب، عجبني الولد ده جدا أحمد. لعيب من إفرازات مدرسة الفن، مدرسة الجمال، مدرسة روعة الأداء، مدرسة الإسماعيلي. الحقيقة إفرازات جميلة بتقدم لنا كل شوية كده حاجة. يلعبها أرضية للسولية، عايز يعمل 1-2، عمل 1-2، عايز يعدي ودخلوا خطيره. يا نهار أبيض يا نهار أبيض، لكن في صفارة فاول. عمرو السولية دخل بمنتهى القوة، منتهى الخطورة، دخل بفدائية كبيرة جدا. أبو سعود الله يكون في عونك يا ابني، الله يكون في عونك يا ابني، وأمامك هذا الدفاع اتعملت. بص دخل ازاي، بص دخل في منتهى القوة. وجماهير الأهلي العظيمة لم تتوقف عن الهتاف. هو ده الجمهور العظيم، هو ده الجمهور العاشق المحب الولهان. ترى كاملة على أحداث اللقاء. أحمد صديق من ناحية اليمين عايز يلعب العرضية، عرضية لجودوين بيلف، هوبا يا نهار أبيض يا نهار أبيض، ضربت في العارضة وفتش ماتش كورة. جودوين هيتجنن، بيعض على صوابعه ما عندوش حظ، ضربت في بطن العارضة. بص خلي بالك بص جودوين لم ازاي، اخد وائل جمعة. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. وبعدين ايه، ما ترجعش حتى لاحمد علي ولا ترجع لحد. بص خلي بالك ادي جودوين، وادي اللفه ايه، وادي التسديده، ورجعت مره ثانيه الناحيه الثانيه وما يلحقهاش عمرو السوليه. الطيره عدت وائل، بتاع الخطوره ياخدها احمد علي، بيدور وخطيره، هوبا كان يقدر يسند. عبد الله السعيد كان يقدر يسند، استعجل جدا جدا في التسديده، كان ممكن جدا يسند ويمشي، وكان ممكن يمشي وجودوين انفراد كامل. بص خلي بالك ادي جودوين من بره اهو، ما كانتش محتاجه اللم. مره ثانيه كره عاليه لجودوين وهوبا. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. الاسماعيلي عمال يشكل تسديده في اليمين وتسديده في الشمال وتسديده من القلب، عامل كل اللي هو عايزه النادي الاسماعيلي الحقيقه في الملعب. ما اعرفش النهارده لغايه هذه اللحظه، لغايه الدقيقه 11 تغيير بنجالون واحمد علي. خارج احمد علي ونازل اللاعب عبد السلام بنجالون. احمد علي مشاركه روعه الروعه حقيقه يعني، ومن المؤكد ان مارك فولتا طلعه لانه كان بيعاني من شد احمد علي. على طول ابراهيم يحيى ومحمد صبحي وصفاره طبعا داخل ال6 ياردات، محمد غدار ومحمد صبحي، وبيقول له ما اقصدش. منتهى الاخلاق طبعا من محمد غدار. وضربه حره مباشره لصالح النادي الاسماعيلي، ضربه حره مباشره لصالح النادي الاسماعيلي. سلام على حنانك يا غدار، سلام على حنيتك. واحمد علي رايح يستجيب لنداء الجماهير، بيقول لهم شجعوا الفرقه اللي في الملعب. برافو يا احمد، لعيب الحقيقه مجتهد جدا، لعيب راجل، لكن مقطوعه. احمد الجمل يتدخل ياخدها هوبا والهدف. الله 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 الله، هوب يجيبها جميله 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 على شماله احمد فتحي، هوبا تروح في مكان روعه الروعه، حلوه قوي 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 قوي. احمد فتحي في الدقيقه 25 من زمن الشوط الثاني، هدف جميل جدا 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 للنادي الاهلي. ربما يعيد النادي الاهلي للقاء، ربما لسه من ناحيه الشمال، عايز يعدي عرضيه خطيره. الجمل وبره منتهى الخطوره، تطلع وتبقى ضربه مرمى لصالح النادي اللي مفتوحه بشكل مش طبيعي، مفتوحه زياده عن اللزوم. يا نهار ابيض، لم الكره الجمل واخدها على شماله والتسديده في الضيقه، كان ممكن جدا جدا جدا. اللاعب رقم 3 احمد مودي. في اوروبا لما المدير الفني يحب يعني يكرم لعيب يطلعه قبل النهايه بدقيقتين 3 زي ما حصل. طويله
تدخل ابو سعود ودخول عنيف لجودوين، دخول عنيف لجودوين، ووائل جمعه بمنتهى السرعه عايز ياخد كورته ويلعب، بيزق شريف عبد الفضيل بيقول له مش وقته الكلام ده. تدخل الحكم السويسري بيرتوليني كارلو، بيتكلم مع جودوين وبيزقه، وفي ايده انذار، هيطلع له انذار خلاص، تاني انذار في المباراه. جودوين لعيب في منتهى القوه، وبلغه كره القدم رزل، صعب متعب، وده مطلوب. انا لما اجيب مهاجم لازم اجيب مهاجم زي ده، مش هجيب مهاجم حنين. الله اعلم ما هو موقف الجهاز الفني بعد هذه المباراة وبعد هذه الهتافات لجماهير النادي الاهلي تجاه، ويطلق فعلا الحكم السويسري الدولي بيرتولوني كارلو صفارة نهائي بفوز مستحق للنادي الاسماعيلي ابناء الدراويش 3. لقاء الزمالك والمصري اليوم في 7 مساء. ماذا سيحدث الله اعلم. اشكركم اعزائي المشاهدين مشاهدي مودرن سبورت، مع تحياتي وتحيات مارك فوتا، مدحت شلبي.